من سمات الشخصية المحمدية الحب مع الصدق. سيدنا النبي كان بيحب السيدة عائشة حب كبير جدا، كانت أحب الزوجات إلى قلبه، ومواقف كتير جدا بتحكي كده وبتدل على كده كمان. لكن في نفس الوقت كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عنده صدق في المحبة ووفاء شديد جدا 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 لزوجته الأولى والحبيبة إلى قلبه والسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من كتر كلامه على السيدة خديجة ومن كتر ما كان بيكرم صحباتها وأصدقائها، ولما كانوا بيجوا يزوروه كان بيفرش لهم العباءة بتاعته على الأرض عشان يقعدوا عليها. فالسيدة عائشة غارت وقالت: ما أكثر ما تتحدث عن هذه العجوز وقد أبدلك الله خيرا منها. أنت ليه بتتكلم كتير قوي عن المرأة العجوز؟ تقصد السيدة خديجة، وربنا أبدلك خيرا منها، تقصد نفسها. فمع كتر حب النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة جدا، لكنه كان عنده وفاء وصدق في المشاعر، كان عنده وفاء شديد جدا لزوجته الأولانية، وبدأ يقول للسيدة عائشة: والله ما أبدلني الله خيرا منها، أنا ما اتجوزتش أحسن من خديجة. وده إن دل فإنما يدل على إنه صلى الله عليه وسلم صادق قوي في كلامه وفي مشاعره، فما جرحش السيدة عائشة بالكلام، وفي نفس الوقت ما قالش بقى خلاص بقى ما السيدة خديجة ماتت والسيدة عائشة هي اللي موجودة دلوقتي فأقول لها كلمتين يصبروها وخلاص. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شفت قلبه وهو بيحب قوي، بس بصدق قوي. سيدنا النبي محب وصادق وقوي وجريء.